بالسلب مع الاسف. هاك تشوف كابتن اي خويا امين في الصوره، هاك تشوف في الملعب حاله ارضيه الميدان. بون اشقائنا واصدقائنا الجزائريين ان شاء الله ما تغشوش علينا، لكن بون نحن زاد نفس الحاله. ما الجزائر عندها اكثر امكانيات، والجزائر قادره كابتن على احداث وصيانه ملاعب عشبيه بطريقه افضل. الحقيقه هذا ملعب نتاع كيب ناسيونال كابتن، راه منتخب الجزائر مرشح للفوز بكاس افريقيا للامم القادمه. احنا نزيدوا عليهم بالصبر. كان هما عندهم كان في اخوتنا الجزائر عندهم مركب نتاع ليكيب ناسيونال، احنا عندنا ما عندناش هذا واحد. اثنين، اذا باش نقولوا الجازون هذا تاع الجزائر خايب، هذا بالنسبه لتونس باهي. صافا نتكلموا بصراحه. هذا بالنسبه لينا، خاطر احنا زدنا فضيحه، احنا في تونس فضيحه. اعطيني بالنسبه للمغرب مثلا. سي فوزي القجاع، ربما استلهمتم تصميم هذا المركب من مركبات الموجوده تماما ربما في اوروبا، في اسبانيا، فرنسا، ربما انجلترا. الاخوان زاروا على الاقل 3 ولا 4 نتاع اهم المراكز في العالم. كان من بينهم كليرفونتين، والمركز نتاع التدريب نتاع اسبانيا اللي موجود 30 كيلومتر على مدريد وأعرفه جيدا. وكانت زياره المقر للفيفا، لانه كما يعرف الجميع هو مركز مقر اللي محاط بالملاعب وجميل جدا. وخدينا هذا اللي كان اهم واساسي، هو انه التصميم نتاع هذا المركب دار كل شق شاركنا فيه الناس المختصين. ما كنتكلموا على البنايه والمرافق نتاع الفريق الوطني الاول، فكل الاطر التقنيه والمصاحبه للفريق الوطني شاركت في التصميم. يعني تنهضروا على الوحده الطبيه ولا على الكلينيك ميديكال، شاركنا الاطباء نتاعنا والطاقم الطبي باش يعرفوا لي كوموديتي وجيراو لو بيتي ديتاي. علاش كتلقى في هذا المركب اليوم بان لو بيتي ديتاي تخدا بعين الاعتبار، لان الناس شرفوا عليه في التصميم الناس وواكبوا هذه المراحل كلها حتى تم التجهيز. شتي الا خديتي الفندق الرئيسي نتاع الفريق الوطني غادي تلقى هذوك الخمسه نتاع لي سويت اللي كاينين وحده باريتاج، يعني باش وحده في هذا الكوان وحده في الاخر بور اونكادري بهذوك لو ستاف اي لي جوار اونصون. دونك لو بيتي ديتاي تخدا بعين الاعتبار، وكانت هذه المشاركه وكان التشارك ومشينا بالعمليه. ولكن استلهمنا بطبيعه الحال لو سونتر من داكشي اللي كاين، وقلنا باننا خصنا نديروا احسن، وهذا هو اللي خلانا اليوم في الفعل ان المركز او مركب محمد السادس لكره القدم اعتقد، وهذا الشيء غادي يتم بصفه رسميه مع الاخوان الفيفا اللي زاروا قبل وغادي يزوروا من بعد، انه غادي يكون من بين احسن ما يوجد في العالم اليوم. ليه ما تفهمنا فيه الموضوع هذا كابتن؟ اعطيني بالنسبه لتبرقه كابتن. لا تبرقه سي اوتر شوز، سوني بانو سي لي زوتر اللي يعملوا كل شيء. هي ما في بلاد لا داكور. انا مشيت وانبهرت. عايش خويا، شوف انت الوحده السياحيه المركب السياحي لشكون تابع اكثر ولا اقل؟ تابع اخواتنا في قطر. انت اعطيني رايك في الصوره اللي اعطيتك رايي، قلت لك هذا هربت بيه. لا عايش خويا، قلت لك هذا في تونس تم خرق العاده هذا تاع يا ودي في تونس فضيحه رانا. اثنين، تقول لي الجزائر عندها الامكانيات الماليه، عندها الامكانيات، ولكن الامكانيات بدون كفاءه صفرا. يلزم وقت عندك الامكانيات يا اخوتنا في الجزائر، اذا ما عندكش الكفاءات كما احنا ما عندناش الكفاءات اللي سبيسياليست في تونس باش يقدوا الجازون ويقدوا الملاعب، نتجه الى الخارج، الى لي سبيسياليست على الاترونجي. ما في حتى ما تحشموش. لحظه كابتن افشل معك. الكفاءه عندنا شكون؟ كفاءه عندنا، اما فما سوء تصرف الفوق. فما كفاءه وين في تونس عندنا دي سبيسياليست. لا عايش خويا عندنا مختصين كابتن. انا حكيت معاهم كابتن وقعدت معاهم. تسمعني شفت خدمتهم البرا، شفت خدمتهم في البر، وباش نستدعاهم كابتن. يا كابتن نستدعاهم، نعرفهم شكون. انت تتكلم على لو شوز لو سيكتور بريفي، احنا نتكلم فيك على الدوله. على الدوله. عايش خويا انا وقت اللي انا اتجه الى تونس نقول لهم رانا نو نافون با دي كونسبتور دو ستاد، ما عندناش الناس تتصور استادات جديده الحديثه اللي كذا تتماشى وكل الشروط تاع الفيفا وكذا وكذا وكذا. اذا ما عندناش نتجه الى الخارج كما اتجهت عده بلدان الى الخارج ومشي. نفس الشيء الجزائر، يا جزائر تبارك الله عملتوا ملاعب خارقه العاده، ولكن لوتي دو ترافاي اسونسيال اللي به الفائده هو الميدان والعشب. يبدا اسمع اخر كلمه، يبدا سيسو يجيب معاه وقت يمشي سيسو وقت مشى ريال مدريد، شو جاب معاه مورينيو؟ جاب جارديني. فات الحكايه جاب جارديني. هذا اسبانيا ما عندهمش دي جارديني، ما جاب واحد مختص. عنده واحد مخيط صحيح. مدرب منتخب الجزائر جمال بالماضي اش قال شنو تحبوني نعمل؟ انا نمشي نرقد قال قدام استاد، انا نتلهى بالجازون، شلو فيه على الجازون، ما عنده حتى حل معناه. وتسال على حاله عشب ارضيه سيدي موسى في عديد المناسبات. بون بعد نقول لك شنو قال على العرض السعودي اللي جاي، لكن محمد نحب نسمع رايك فيما يخص
ارضيه ملعب سيدي موسى اللي تحتضن تربص منتخب الجزائر. بون حصه واحده ثم الانتقال لقسنطين. شوف هو المنتخب الجزائري دائما يعني مش يستعمل مركب سيدي موسى، لكن هو المركب قاعد يمر بمراحل مختلفه. الحق مره مريقل مره مش مريقل. اللي عنده الفتره الاخيره مش مريقل. الفتره الاخيره مش مريقل. هناك استياء صحيح من المسؤولين ومن الماضي سيرتو اللي هو كبر الاستياء هذايا واعطاه عنده الحق عنده الحق. لكن يمكن هذايا جراء يمكن الفتره الانتقاليه اللي يعيشها مثلا اللي يعيشها الاتحاد الجزائري فاف ميناش يمكن خاطر فما هي ما موش الاتحاد الجزائري مسؤول على صيانه العشب اللي لاهي بالصيانه في الفاف اللي لاهي بالصيانه في الفاف يمكن هو ساعتها في سيدي موسى صحيح. به خلى قال انا باش نتجه للدوحه باش نعمل ستاج في الدوحه الا بالماضي كل مره ولا عندنا كل مره يختار برقه كان جاي لتبرقه لكن تم الغاء قرار الذهاب لتبرقه في التربص الفارط وتم تحويل وجه التربص منتخب الجزائري الى قسنطينه. وقتها القرار تم اتخاذه على اعلى مستوى محمد على فكره. به جمال بالماضي حكى على شنو محمد؟ حكى على العرض السعودي اللي حكينا عليه. قال رفضت عرض ضخم من فريق سعودي وفما شكون اتصل بصحفي سعودي لتكذيب الخبر في وسائل الاعلام. قال شنو كيفاش ماذا سيقولون يعني للجماعه ذوما اللي ممكن يخدموا ضد جمال بالماضي حسب تصريحه كي انا نوريهم العقد ونوريهم العرض اللي وصلني من فريق سعودي. جمال بالماضي اللي هو من افضل المدربين في العالم العربي وسبق له انه درب